ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا مفاجآت قوية جدا لكل الفانز، واهمهم طبعا هي مفاجأة برنسو اليوم. بجد كانت احلى مفاجأة، ويا رب تكون ترند اول على اليوتيوب. كمان هنعرف حقيقة كلام سندريلا غزل وليه قالت على آية بخيلة. بجد هتتصدموا. وهنشوف لأول مرة وحصريا معانا بيبي حياة بتغني، وبجد هتضحكوا قوي على صوتها، كانت زي العسل. ومعانا خبر حصري عن فكرة كليب دقدق للأميرة فيروز ومستر أحمد، وهل هي الفكرة الأصلية ولا التقليد؟ وده هيكون حصري لينا. وللأسف معانا خبر وحش عن صالح ابن حودة وإصابة خطيرة في عينيه، يا ترى ايه اللي حصل؟ وأخيرا هنشوف أحلى تيك توك لآية أحلى وأمنية القوة، هيعجبكم جدا. فيديو اليوم حلو قوي وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. لما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. هنبدأ بكليب دقدق اللي مكسر الدنيا، وهل هو فكرته أصلية ولا تقليد؟ والمفاجأة يا جماعة، فكرة كليب دقدق اتاخدت من فكرة من كليب دق الباب لقناة بابي ومامي، طبعا مع تغيير الحوار وكمان الكلمات. تعالوا نشوف جزء منه ونرجع تاني على طول. دق دق دق. مين؟ أنا عمو. مين؟ شو بدك؟ جدو وين؟ افتحوا لي يا حلوين. دق دق دق. مين بيخبط؟ أنا عمو. عمو مين؟ أنا عمو صاحب بابا. طبعا يا جماعة الفكرة كانت للقناة دي، لكن اللي كتب الكلمات اشتغل عليها اكتر، وكمان الحوار غيروه خالص، وبجد كان مبدع جدا. كمان مستر احمد والاميرة فيروز كان صوتهم حلو قوي، احنا بجد حفظنا الاغنية وحبيناها قوي. دي كانت معلومة حصرية معانا لكل الفانز على اليوتيوب كله. ودلوقتي تعالوا نروح سريعا لمفاجأة برنس مصر اليوم. اكيد كلنا شفنا الكليب، وبجد كان تحفة قوي، وكمان صوت برنس مصر كان قمر. طبعا اللي اعلن عن المفاجأة دي هي جلجل وامنية القوة. تعالوا نشوفهم قالوا ايه ونرجع تاني على طول. يا صحابي انتظروا المفاجأة بكرة على قناة برنس مصر. المفاجأة دي هتكسر الدنيا. انتظروا مفاجأة كبيرة قوي بكرة الساعة 4 على قناة برنس مصر. اوعى تعدي المفاجأة وتنساها. الساعة 4 تفتح وتشوف ايه هي المفاجأة. طبعا مش بس جلجل اللي اعلنت عن المفاجأة، هي وامنية. هي احلى عملت فيديو مخصوص عشان تقول لكل الناس اتفرجوا على مفاجأة برنس مصر. نحب نقول لبرنس الكون مليون مبروك على الكليب الجامد جدا ده، ويا رب دايما من نجاح لنجاح ان شاء الله. عاوزين من كل الفانز يقول في الكومنتات رأيه بكل صراحة في صوت برنس مصر وكمان الكليب، ونقول له كمان مليون مبروك يا احلى برنس. ودلوقتي تعالوا نروح نشوف بيبي حياة وهي بتغني والأول مرة، ومستر أحمد قال لها ايه، بجد هتموتوا من الضحك. والحقيقة مستر أحمد عامل استوديو صغير في البيت في الدور الأرضي، وفي وسط ما كانوا موجودين مع البرنس وبيحضروا لأغنيته، مستر أحمد شغل الصوت لبيبي حياة وخلاها تغني يا بنات يا بنات. بجد كان صوتها عسل قوي، وضحكنا قوي مع مستر أحمد على بيبي حياة وهي بتغني. قال لها صوتك شبه قطاطة. تعالوا نشوفها ونرجع تاني على طول. يا بنات يا بنات يا بنات. أيوة الحياة. بنفس بنات عينيا شبه قطاطة. الله. عاوزين من كل الفانز يقول لنا رأيه في صوت بيبي حياة، ويعملوا كليب ليها مع مستر أحمد ولا لأ. كملوا الفيديو معانا عشان تشوفوا غزل ليه قالت على آية أحلى إنها بخيلة. ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل سريع جدا من أحلى تيك توك الأمنية القوة وآية أحلى، هيعجبكم جدا. اوعوا تروحوا في أي حتة، لسه الفيديو مكمل. لحد خيره عليا ولا حد كسر عينيا، وهعيش وهموت ومحدش يقدر عليا. انتوا اللي جيتوا في ساحت انتهيتوا هنا، حرقاكوا شطة ومني بتشيتوا. ودلوقتي تعالوا نعرف الخبر الحزين عن صالح ابن الأسطورة. والحقيقة شاركنا حودة امبارح بصورة لصالح ابنه وهو عنده إصابة شديدة فوق عينيه، وبجد كانت عينه شكلها يخوف. الحقيقة إننا فعلا اتخضينا جدا عليه،
واللي حصل يا جماعة، صالح كان عاوز يلعب مع فيروز وحياة وهما مرضيوش يلعبوا معاه، وبعدها جري وراهم وفجأة اتزحلق جامد على الأرض ووقع على لعبة على عينيه. والسبب كمان إن سلمى كانت لسه مسحة الأرض وكان الأرض لسه فيها مية، عشان كده يا حرام صالح اتزحلق جامد ووقع على وشه. ألف سلامة عليك يا صالح، ويا رب يشفيك ويعفو عنك بإذن الله. عاوزين من كل الفانز يقول لصالح ألف سلامة عليك. ودلوقتي واخيرا تعالوا يا اجمل فانز نعرف هل غزل قالت على ايه احلى بخيله ولا لا. بس في الاول هنقول مفاجاه وخبر حصري لكل الفانز، استنونا قريبا جدا في اغنيه جامده قوي لايه احلى وسندريلا غزل، وده خبر حصري معانا بس لكل فانز برنس مصر. الحقيقه غزل كانت عاوزه ايه تركب لها الضوافر زيها طبعا بالظبط، لكن ايه ما رضيتش وقالت لها لا. طبعا غزل زعلت منها جدا وقالت لها انت مش بتنفذي لي كل طلباتي. اكيد كلنا شاهدين ان ايه احلى بتجيب لغزل ويزن كل اللي بيحبوه، وبجد ربنا يخليها ليهم، لكن مش هينفع غزل كل ما تطلب حاجة ايه احلى تنفذها لها لانها طبعا لسه صغيرة. لكن ايه احلى مش بخيلة خالص على غزل ويزن. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم هو ظهر معانا اسم صالح كام مرة؟ شوفوا الفيديو وحلوا السؤال وكملوا معانا عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.